في شروق 28 سبتمبر سنة 1900 ميلادية، وتحديداً في شارع باب الملوك من منطقة كرموز في كوم الشقافة، كان خارج مواطن اسكندراني بسيط في طريقه للسعي على لقمة العيش مع أول شعاع شمس. لكن اللي ما كانش يعرفه الشخص البسيط ده إن خروجه في اليوم ده بالذات علشان كام قرش ساغ هيكون سبب في اكتشاف أثري ضخم هيغير كتير جداً في تاريخ مدينة الإسكندرية. لأن اللي حصل وقتها في شارع باب الملوك في منطقة كوم الشقافة إن الأرض انشقت وبلعت الحمار بالكارو علشان تكشف عن حفرة عمقها يصل ل 12 متر بحالهم. طبعا الدنيا اتقلبت وتجمع سكان المنطقة والمرة، لأن الحفرة اللي كشف عنها سقوط الحمار الغلبان ده وعمقها الكبير والضجة اللي عملتها أكدوا للناس إن وراها سر كبير. ما هو هيكون إيه المكان اللي فيه حفرة بالشكل ده؟ وصل رجال الشرطة لموقع الحادث وبعدهم رجال هيئة الآثار علشان يكتشفوا إنهم واقفين فوق مكان غير عادي، ولكن مهما كان خيالهم واسع محدش قدر يتوقع إنه واقف فوق شبكة ضخمة من الأنفاق في مكان اتقابلت فيه 3 حضارات عريقة. محدش منهم تخيل إنه واقف فوق الكاتاكومب المصرية أو سراديب الموت في كوم الشقافة. ودي رحلتنا النهاردة مع رحلة صفا. اربطوا أحزمة الأمان ويلا بينا. أهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من رحلة صفا. سنة 1892 وبعد تأسيس مصلحة الآثار المصرية في فترة قليلة واللي اتأسست سنة 1858 كانت لسه مصلحة ناشئة خاضعة أبحاثها للتجريب والسيطرة الخارجية. حضرت حملة تنقيب أجنبية وتولت التنقيب في منطقة كرموز بالكامل، يكاد يكونوا مسحوها مسح وما وصلوش لأي شيء تقريبا، ويأسوا ورجعوا كل واحد على بلده. حتى ما فيش ولا ورقة بحثية واحدة نتجت عن الحملة دي كلها، لحد ما بتحصل صدفة غريبة جدا لما بعدها ب8 سنين وتحديدا في 28 سبتمبر سنة 1900 بيقع حمار لمواطن مصري بسيط في حفرة عمقها 12 متر. والصدفة البسيطة دي تجذب كل أنظار العالم كله للمنطقة بالكامل، لأنها كانت السبب في اكتشاف أثري كبير جدا محير وبيحمل قصص كتير. وأهم حاجة فيه إنه أثبت مكانة الإسكندرية الكبيرة كمحطة لتلاقي الحضارات وتناغمها بكل سلاسة. وعلشان ينسب الفضل في ده كله لحمار ومواطن مصري بسيط كان خارج يسعى على أكل عيشه. الحدث البسيط ده تحول بعد أيام لخبر هز العالم كله، لأن الحفرة اللي وقع فيها الحمار كانت عبارة عن بير دائري بيدور حواليه سلم حلزوني بيوصل لشبكة أنفاق وممرات يقدر عمقها المستكشف في اللحظة دي ل 40 متر تقريبا تحت الأرض، في واحدة من أغرب الاكتشافات الأثرية. وكل الأنفاق دي أو غالبيتها كانت لسراديب دفن وصل عددها لمئات السراديب، سراديب الموتى أو الكاتاكومب. والحقيقة أن كلمة كاتاكومب أو سراديب الموتى مش جديدة، ده عادة موجودة في أماكن كتير، برغم اختلاف كاتاكومب كوم الشقافة عن اللي موجودة في باريس أو روما مثلا، لأن السراديب اللي كانت موجودة بره كانت مجرد مقابر جماعية نشاطها محدد ومقتصر على الدفن ولم يراعى بها أي ذوق فني أو معماري، على عكس كاتاكومب كوم الشقافة اللي ما كانتش بتحوي مجرد سراديب دفن وخلاص، ولكن كانت اللمسة الفنية المعمارية واضحة فيها جدا، غير وجود عدد من غرف الولائم الجنائزية والتماثيل والنقوش بترجع ل3 عصور و3 حضارات التقوا في مكان واحد. وده يمكن المكان الوحيد في العالم اللي يحصل فيه كده. في البداية خلينا نتكلم عن المكان اللي بيرجع تاريخه للقرن الأول الميلادي تقريبا، واللي أنشئ في البداية كمقبرة عائلية ل2 زوج وزوجة من سكان مدينة الإسكندرية. واضح إنهم كانوا على درجة من الثراء والأهمية في زمانهم، ولكن للأسف لحد دلوقتي هم مجهولين الهوية. وبعد دفن أفراد العائلة دي اللي هنلاقي تماثيلهم وتوابتهم في القاعة الرئيسية في المكان، تم غلق توابتهم تماما للخوف من السرقة، وألحق بالمقبرة مقبرة أكبر جماعية اللي زي ما قلنا إنها بتحتوي على مئات السراديب. المكان لوحة فنية غاية في التعقيد، لأن بيظهر فيه رموز وصور وتماثيل من ال3 حضارات، أنوبيس مثلا من الحضارة المصرية القديمة، وميدوسا ونمسس من الحضارة الإغريقية، ورموز ونقوش خاصة بالحضارة الرومانية. فتحس إن المكان ملتقى ل3 حضارات
بتناغم وسلاسة كبيرة، يعني تماثيل مصرية لابسة لبس إغريقي، رسوم لطقوس مشتركة بين الثلاث حضارات وحاجات شبه كده. ومش متأكدين دي مرونة ولا تطبيع، ولكن اللي متأكدين منه إن ولا حضارة منهم طمست بصمة أو أثر الحضارة اللي قبلها من المكان، يعني كل حضارة سابت بصمتها بجوار بصمة الحضارة اللي قبلها، في احترام كبير للحضارات وتلاقيها. ويمكن ده كان أهم جزء في اكتشاف كاتاكومب كوم الشقافة، لأنه بيثبت زي شواهد كتير ما بتثبت إن مدينة الإسكندرية كانت ملتقى للحضارات واستوعبت مشارب وثقافات مختلفة. ولكن كانت أغرب حاجة في الاكتشاف ده إنه برغم عدد السراديب الكبير إلا إنه محدش لقى جثمان أو عظام أو آثار لأي موتى أو مدفونين، مع إن المكان مر عليه 2000 سنة بس مش أكتر. ولكن في نظريات قالت إن ده بسبب إن المكان لسنين كان مغمور بمياه جوفية، وده حلل كل الجثامين أو تم نقلهم في وقت تاني لمكان آمن. وفي نظرية تانية أو أشبه بالحكاية الشعبية بتقول سبب تاني خالص، وإن المكان ده ما كانش مكان للدفن زيه زي أي كاتاكومب تاني في العالم، كان مخبأ للمسيحيين اللي بيتعرضوا للاضطهاد الروماني في الفترة دي. لكن مفيش دليل تاريخي على كده. والأغرب بقى إن من بين غرف المكان غرفة للإلهة نمسس، إلهة الانتقام والعدالة، وعدد كبير من عظام الحيوانات. وده ممكن يتفسر إن المكان ده كان بيقام فيه طقوس دينية أو بتتقدم فيه قرابين، وخصوصا لوجود مذبح للطقوس دي. لكن برضو مفيش تأكيد تاريخي على الكلام ده. كمان المكان ده قبل غمره بالرمال واضح إنه كان له أثر ثقافي كبير عند الناس، فارتبطت بيه قصص كتير جدا، منهم قصة تسمية كوم الشقافة بالاسم ده، واللي اتقال فيها تفسيرين. الأول إن المنطقة دي كانت مركز بيجمع كل صناع الأدوات الفخارية، وإنهم كانوا بيتخلصوا من الكسر والشقف اللي بيتبقى بعد عملية التصنيع في أكوام تحولت مع الوقت لهضاب من الشقافة. والتفسير التاني اللي متصل بالمكان من قبل اكتشافه سنة 1900 على يد صديقنا الحمار، إن المنطقة اتسمت بالاسم ده بسبب زوار المقابر، زوار سراديب الموت، لأن في الثقافات دي ولحد دلوقتي تقريبا كان زوار الموتى بياخدوا أكل معاهم في أواني فخارية وياكلوا قدام المقابر في صحبة الميت. وكان من الفال السيء إنهم يرجعوا بيوتهم تاني بالأواني دي، فكانوا بيكسروها على مدخل المكان أو أحيانا قدام المقبرة نفسها. ومع الوقت وتوافد الزوار لمئات السراديب أصبح عندنا كوم الشقافة. لكن برضو لحد دلوقتي مفيش دليل أكيد على صحة الكلام ده، لأن أكتر حاجة متصلة بالمكان ده وحقيقية إن اكتشافه لحد دلوقتي لغز كبير غير قابل للتفسير، وحكاية ما اكتملتش. يعني مدافن من غير ميتين، وأماكن للطقوس وأماكن لذبح القرابين، علامات تاريخية ورموز من 3 حضارات مختلفة مدموجين دمج مثالي دون المساس لأي حضارة منهم، وكأنه تطابق لل3 حضارات. تماثيل الأوشابتي اللي اعتبرها المصري القديم خدم الأموات وبتقوم عنهم بالزراعة والري والتنظيف، شعارات للزوار ومخطوطات وأوامر لإلقائها بصوت عالي. كمان من الحكايات المروية عن المكان ده إنه في عهد الإمبراطور كاراكلا، وبعد ما تمرد تجار الإسكندرية عن دفع الضرائب، وبعد ما المصريين طلعوا عليه شوية أغاني ونكت، غضب ودعا تجار الإسكندرية لحفلة عشاء في المكان ده وذبحهم ودفنهم فيه، حاجة كده زي مذبحة القلعة على الضيق. ولكن بالرغم إن الحكاية دي متناقضة جدا إلا إن مفيش دليل تاريخي عليها، وده بيحطنا قدام أسئلة كبيرة. هل كاتاكومب كوم الشقافة مجرد مدافن جماعية؟ ولو هي مدافن، فين سكانها؟ فين الأموات؟ فين عظامهم؟ ولو اتنقلوا لفين؟ ولا هو كان مخبأ؟ ولا مجرد مكان جنائزي اقتصر على الطقوس وتقديم القرابين؟ ولا هو مقبرة للحيوانات؟ الحقيقة احنا مش عارفين. وحتى مع تقدم أدوات البحث والعلم الحديث إلا إننا ما قدرناش نكتشف أسرار المكان اللي علماء كتير قالوا إن المستكشف منه لم يتخطى 70% من حجمه الحقيقي. والأغرب إنك لو جربت تزور كاتاكومب الشقافة هتكتشف إنك هتقدر تزور دورين بس من المكان، والطابق الأرضي الثالث غير مسموح بزيارته، بل إنه محظور فتحه من الأساس. طبعا تفسير ده إن الطابق مغمور بمياه جوفية وفتحه ممكن يؤدي لانهيار المكان بالكامل. ولكن حتى مع وجود الروبوتات الحديثة إلا إننا ما قدرناش نوصل لأي تصور دقيق للطابق ده. وإنتوا إيه رأيكم؟ تفتكروا سراديب الموت أو كاتاكومب كوم الشقافة كانت مجرد أماكن للدفن، ولا وراها سر أكبر لسه التاريخ مخبيه؟ قول لنا رأيك في الكومنتس، واوعى تقفل الفيديو قبل لايك وسبسكرايب عشان تسافر معانا في كل رحلة من رحلة صفا. أشوفكم على خير.